الحكم محمود البنا بيعلن اعتزاله التحكيم، خبر مش هتسمعه كتير في اعلامنا الرياضي وبالاخص في البرامج اللي بتنتمي للنادي الاهلي ودفاعها المستميت لجمهور النادي الاهلي. طبعا والسبب ان قبل كده كانوا بيقولوا ان رئيس لجنه الحكام اوسكار كان بيشيد بالحكم محمود البنا في ماتش سيراميكا في بطوله السوبر المصري اللي فاتت، واللي كتير من البرامج كانت بتقول ان الحكم محمود البنا ان رئيس لجنه الحكام كان بيشيد بيه في ماتش سيراميكا في بطوله السوبر اللي فاتت. انا هفرجكم على فيديو بيأكد قد ايه اعلامنا بيكيل بمكيالين وبيحب يمشي الموجه على حسب ما هو عايز وعلى حسب ما جمهور والنادي الاهلي عايز بالظبط، لان الحقيقه عكس كده تماما. رئيس لجنه الحكام اوسكار ما كانش بيشيد بمحمود البنا ولا حاجه، بالعكس ده همشه تماما وشاله من القائمه الدوليه، عشان كده محمود البنا قرر انه يعتزل التحكيم. بس تعالوا نشوف الفيديو ده ونشوف قد ايه الاعلام الرياضي بيقف ازاي جنب النادي الاهلي وبيعمل اللي جمهور النادي الاهلي عايزه بالظبط. تعالوا نشوف ونرجع نعلق على الفيديو. وعندي معلومه بس يا ابراهيم عايز اقولها. مستر اوسكار رئيس لجنه التحكيم بعد المباراه كلم البنا واشاد بادائه واشاد بقراراته واشاد ان هو عمل مباراه كويسه جدا يعني. دي معلومه طبعا. اوكي. لكن المباراه كانت حلوه، انا شايف يعني المباراه. فانت شايف مفيش ضربات جزاء الاول؟ بس خلص حته ضربات الجزاء عشان نخلص حته اثاره الجدل اللي في الاول ده وبعدين نخش في الفنيات. لا مفيش ضربتين جزاء. استاذ ابراهيم سمعت بس المعلومه؟ سمعتها وهضيف عليها كمان. طيب اتفضل. لانه بلاتر كلم اوسكار رويز لا بلاتر كلم البنا. لا الوحي بتاعك. اوسكار رويز كلم البنا ومعروف وعاشور وشكرهم، بس كمان كتب على الجروب بتاع الحكام على الواتساب شكر الطاقمين. بامانه انا مكسوف لكم يا كابتن وليد سليمان واستاذ ابراهيم المنيسي، جبتوا الكلام ده منين؟ ده محمود البنا ذات نفسه بيعلن اعتزاله عشان اللي بيحصل فيه من اوسكار، يبقى ازاي الراجل كان بيشيد بيه وكمان بيهنيه على ادائه في ماتش سيراميكا؟ انتوا بتجيبوا الكلام ده منين؟ عايزين توجهوا الاعلام والرياضه في مصر ان النادي الاهلي ما بيظلمش، لا بيظلم وبيكسب بالتحكيم، وكلنا عارفين ده وانتوا اول ناس عارفين ده. طول عمر التحكيم بيقف جنب النادي الاهلي، طول عمر التحكيم صديق الصدوق للنادي الاهلي والسبب الرئيسي في اكتر من 50% من بطولاته اللي بيحققها في مصر. دي حقيقه محدش يقدر ينكرها، والاهلاويه ذات نفسهم لو بيتفرجوا بعين الحق هيقولوا الكلام ده كويس، لان ماتش سيراميكا الاخير بيشهد بده، ورئيس لجنه الحكام بتطفيش محمود البنا بيأكد ان الراجل فشل في ادارته في ماتش الاهلي وسيراميكا. نفس الاعلام الرياضي في مصر يكون محايد ويبطل التوجيه على عمد لصالح نادي واحد بس. كده النادي ده بياخد حقه في كل حاجه، بس انا عمري ما هسكت وهبين الناس دي، لان الناس دي زودتها كتير.